السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ النهارده جايبه لكم طريقه الملوخيه الناشفه، طريقه ناجحه ومضمونه وسهله. هنجيب كيلو 2-3 ملوخيه حسب الكميه اللي انت محتاجاها، هنقطفها ونختار الورقه الكويسه. بعد كده هنغسلها تحت ميه جاريه عشان نتخلص من التراب او الطينه الموجوده فيها. طبعا الملوخيه الخضراء ارخص بكتير من الملوخيه الناشفه. وبعدين كمان هتعمليها في البيت هتبقى نظيفة وحاجة مضمونة وثقة انت اللي عاملاها بايدك. بعد كده هنصفيها وهنفردها على ملاية، هنفردها مش هنحطها فوق بعضها، وهنسيبها تحت المروحة او هنحط جنبيها مروحة لمدة يومين. لان الخطوة دي خطوة مهمة علشان الملوخية لو حطيتيها مباشر في الشمس هتسود كده. بعد ما حطيناها تحت المروحة شايفين لونها، حافظت على لونها اخضر زي ما هو، لكن هي محتاجة تتحط شوية في الشمس. فهنحطها في الشمس وهتغطيها بحاجة طلي عندك أو ستارة عندك موجودة لمدة يوم. وان انت هتعمليها في البيت دي حاجة كويسة قوي، هتبقي مضمونة ان انت حاجة نظيفة انت اللي عاملاها بايديكي لولادك وليكي. هنفركها بالايد. طبعا لما تفركيها بايدك مش هتوصلك لدرجة النعومة اللي انت محتاجاها، لكن احنا لازم الخطوة دي نعملها، نفركها بالايد الاول. وبعد كده عندك كبة، عندك مصفى خرامها ضيقة، هتبتدي تعملي بيها زي ما انتم شايفين، ناعمة جدا ولونها اخضر وكمان ريحتها حلوة قوي. وطبعا الباقي ده مش هيترمي، يا اما تعمليه في كبة يا اما تعمليه في المصفى تاني وتفركي بايدك زي ما انتم شايفين كده. بعد كده هتعبيها في اكياس تخزين او برطمانات، وهتخليها عندك طول السنة في التلاجة. وقت ما تحبي تحتاجيها هتطلعيها، هتلاقي لونها زي ما هو، ريحتها زي ما هي، وطعمها كمان خطير وتحفة. وألف هنا على قلوبكم. مع السلامة.